تعال اكلمك على امام عاشور. امام في حاجه ليها علاقه بيه، وامام في حاجه ليها علاقه باداره النادي. امام عاشور زي ما شفنا كلنا امبارح باين قوي ان امام نازل لوي بوزه ومكشر وما سلمش على طاهر. فحديثي لامام، يا امام انت لازم تراعي نعمه ربنا، انت بتلعب في نادي ملايين بمعنى انا هنا مش بقول رقم على مستوى المبالغه، ملايين بالمعنى الحرفي للكلمه يتمنوا ويحلموا ان هم يكونوا موجودين فيه. يتمنوا ويحلموا ان هم يكونوا موجودين فيه، والله ما بقولها بصيغه مبالغه. يتمنوا يلبسوا الفانيلا الحمراء على مستوى حتى ان هم بيحققوا حلم طفولتهم، مش بس بقى كمان يكونوا موجودين في النادي ده ويكون شغلهم وبيكسبوا منه ملايين، لا ده هو لو قلت لحد بيحب الكوره واهلاوي وبيحلم بالكوره وبيعشق الكوره تعال العب في الاهلي ومش هتاخد ولا مليم، هقول لك حاضر، ده ندفع فلوس. ما بالك بقى انت ربنا كرمك ان انت موجود في الاهلي وواحد من نجوم الاهلي وكمان بتكسب من شغلك ده ملايين. ففكره ان انت زعلان من الاداره او زعلان من عدم عداله، زعلان من ان انت مش بتاخد الفلوس اللي انت عايزها، زعلان من ان حد وعدك بشكل رسمي تعدل عقدك وما عدلوش، كل ده ليك مطلق الحريه والحق فيه. لكن اللي مالكش مطلق الحريه ولا الحق فيه ان انت ما تحترمش وما تصونش النعمه اللي انت فيها. لان انت طالما نزلت الملعب وقابلت ان انت تبقى موجود في سكور شيت، يبقى لازم تنزل تهين نفسك في الملعب عشان خاطر الجمهور بتاع الاهلي. لان جمهور الاهلي ده انا اسف يعني جزمته فوق دماغ اي لعيب واجعص لعيب، لان الجمهور ده هو انقى شيء في منظومه الكوره، لانه الوحيد اللي بيجري بالمشوار وبيدفع فلوس من جيبه وبيحرق في دمه عشان خاطر النادي ومش كسبان تعريفه. بالعكس ده في منهم اللي ممكن بيمرض ويعيط ويبكي وينام مخنوق وقرفان ويروح شغله تاني يوم متنكد لمجرد انه الاهلي خسر. فما يليقش ولا يصح ولا ينفع ولا مقبول ان انت تبقى نازل ما مش بتسلم على زميلك ونازل قلب وشك ومكشر وبتلعب باحساس تدينا احساس كلنا اكنك عايز الفرقه تخسر عشان تقول انا صح انا كنت نجم الفرقه. فده امام. الاداره بقى عايز الاداره تقعد مع نفسها كده 5 دقايق وتفكر هو صالح سليم لو عايش كان هيضم امام عاشور النادي الاهلي؟ الاداره يسالوا كده كل واحد فيهم من مجلس الاداره يسال 100 اهلاوي حواليه، 20 اهلاوي حواليه، يشوف هم ال20 مجمعين ان امام عاشور كان صفقه انتقاله بعد ما تجاوز وشتم وتطاول على رموز الاهلي، هل مدرسه الاهلي كانت تقبل ان امام يخش الاهلي؟ ولو لقوا ان ال20 بيقولوا يبقى بحق، هيلاقوا انقسام شديد، وممكن تلاقي الغالبيه من ال20 يقول لك لا ما كانش يجي الاهلي. طيب عد دي وهنعتبر ان السنين بتعدل حاجات وان المبادئ ممكن تتغير في بعض الامور وخلاص وجي الاهلي. هل ينفع واداريا يصح ان انا يبقى عندي لعيب السنه اللي فاتت هو نجم الفرقه وهداف الدوري بياخد 10 قروش، فجيب واحد، وعلى فكره اللي يسري على امام يسري على حسين الشحات يسري على قفشه ويسري على كل اللعيبه اللي كانت تحقق بطولات الاهلي، فاقول لهم يا جماعه انتوا بتاخدوا 10 قروش، طب انا بص هروح اجيب واحد بقى بياخد 100. لا عشان اكون دقيق يعني واقول لك النسبه والتناسب بالظبط، انت بتاخد 10 اجيب واحد ياخد 50. هو فعليا ده اللي حصل، اللي بياخده امام جبت له حد بياخد 5 اضعافه، 5 اضعافه، 5 اضعافه، يعني انت لو بتاخد 10 ده هياخد 50. هل دي ممارسه اداريه سليمه؟ طب بلاش، رحت جبت الناس اللي هتاخد ارقام مهوله دي، فجاي اجدد بقى مع الناس اللي اوريدي عملت، يعني دول انا جايبهم بارقام مهوله ولسه ما عملوش اي حاجه، انا جايبهم بس عشان المفروض يعملوا. فالاولى ان اللي عامل بقى ده يستحق تقدير اكتر لانه عمل خلاص، ده اثبت جدارته، مش لسه هيجربه او مش لسه هختبره. فجيت لرامي ربيع لا يا رامي لا مش هتاخد فلوس اللي انت عايزها يا حبيبي، الفلوس الكتير دي للناس التانية، ما عايز تفضل اتفضل. فمشي رامي ربيع. اكرم توفيق لا والله اكرم لا، مش
لا مش مسموح للناس ولاد النادي واللي عملوا بطولات في النادي، لا مش هياخدوا فلوس كتير. اللي هياخد فلوس كتير بس اللي هنجيبه ونعمل بيه بروباجندا ونبقى خطفنا حد من النادي وجبنا حد من بره وبتاع، دول اللي هياخدوا فلوس كتير. لكن انت ولاد النادي اللي عملوا بطولات لا مش هيديهم فلوس كتير، فيمشي اكرم. فينتهي الاهلي الى ايه؟ انه يجيب صفقات بملايين، ملايين يعني ملايين. يتبادر الى ذهنك ملف، هو مين اللي هيحاسب على الملايين دي؟ مش ملايين، ده مين اللي هيحاسب على المليار، قرب المليار جنيه ده، على مئات الملايين دي، مين اللي هيحاسب عليها؟ هتقول لي هم فين؟ هقول لك هو العش فين؟ هو هادي رياض فين؟ هو عمرو الجزار فين؟ هو احمد عيد بيعمل ايه؟ هو كاموتش فين يا جماعه؟ الاسطوره والنفاسه اللي جه في يناير. انت متخيل انا جبت لك 5 اسماء ل5 لعيبه انت جبتهم في يناير؟ قول العش كالسنه اللي فاتت. هادي رياض، عمرو الجزار، احمد عيد، كاموتش، انت اصلا ما بتشوفهمش ودفعت فيهم ملايين في مقابل لعيبه كباتن فرقه، روح، قلب، شخصيه، بطولات، تاريخ، رصيد، كل حاجه. قلت لهم توكلوا على الله ويمشوا وما اديتلهمش الفلوس اللي هم عايزينها. طب ما انت بدل ما تروح تجيب فلان الفلاني ب 70 مليون جنيه من ناديه وبعدين تديله هو، يا عم هتديله 2 جنيه ونص، طب ما انت كنت توفر ال 60 70 دول اديتهم للعيبه اللي موجوده عندك على طول، بدل ما تروح ما هم عقدهم معاك، ما كنتش هتروح تشتريهم. فاللي دفعته هنا بالشراء كنت تدي للعيبه دي. السلام عليكم. هو ليه دايما احنا في النادي الاهلي ما بنعترفش الموسم ده بالحقيقه اللي هي السبب اللي وصلتنا للحاله دي؟ ليه دايما بنشاور على حاجه تانية، فرع ثانوي او شيء ثانوي كان السبب في الموضوع ده؟ يعني احنا نقول المدرب السبب، ايوه المدرب السبب، اللعيبه اللعيبه، بس الاساس مين؟ مين اللي جاب اللعيبه دي؟ ومين اللي جاب المدرب ده واللي قبليه؟ يا جماعه ما ينفعش طول ما انت ماشي غلط هتتخذ نفس القرارات الخطأ. يعني انا عندي شخص اخطأ، الشخص اللي اخطأ ده طول ما هو موجود هيكرر نفس الخطأ، يبقى احنا مش هنخلص من الدوامه دي. والاشخاص الموجوده اللي ابرمت العقود وجابت المدربين وجابت اللعيبه دي لسه موجوده، يبقى هيحصل خطأ تاني وهتستمر الدوامه تاني. هو احنا لما نقول ان الشخص ده فشل في الموضوع ده، هل احنا بنغلط في اخلاقه او قيمته، او ان احنا بنقول ان هو راجل مثلا لا مؤاخذه ايده طويله حرامي؟ احنا ما بنقولش الكلام ده، ولا بنغلط في سمعته او اخلاقه الادبيه. احنا بنقول ان هو في الملف ده هو فشل. شخص مسك رئيس مجلس اداره شركه والشركه بدات تحقق خسائر على ايده، بنقول له يا عم انت الفكر اللي انت شغال فيه ده خطأ، بعد اذن حضرتك روح نجيب غيره. هل احنا كده بنقول ان هو سرق الشركه؟ هل بنقول ان هو اخلاقه وحشه؟ بنقول ان هو نصاب عشان تطلع تهاجم اي واحد يقول لك رئيس مجلس الاداره لازم يمشي؟ خلاص هو ماشي، الراجل بيقول لك انا الملف ده انت اخطأت فيه. طول ما انت موجود بنفس الفكر خلاص ما هي الاخطاء هتستمر. كويس؟ مجموعه من اللاعبين كتير عايزه تمشي من النادي الاهلي كلهم بالكامل. انا ما يهمنيش يكون عندي الاسماء الكبيره. على فكره عايز اقول لك على حاجه، كان بيجي في مواسم كتير كان بيبقى الزمالك عنده اسماء اكبر من النادي الاهلي وجوده لعيبه عاليه ولعيبه عندها حرفنه، بس الاهلي كان بيكسب الدوري لان الاهلي كان بيعرف يلعب كويس بالروح والقتاليه في الملعب. لعيبه كتير من انديه تانية كنا نقول لك احنا لما نواجه الاهلي بالذات كنا نخاف لحد اخر دقيقه، كنا عارفين ان احنا الاهلي ممكن يكسب لحد اخر دقيقه. لعيبه كتير قالت الكلام ده. السنه دي خلاص ما بقتش موجوده لان نوعيه اللعيبه الاهلاويه هم اللي ما بقوش موجودين في فريق النادي الاهلي. نوعيه اللعيبه الاهلاويه اللي اتربوا في النادي الاهلي او اللي اتشبعوا بروح النادي الاهلي، اللي بيحبوا النادي الاهلي بجد. في واحد يقول لي ده انت في لعيبه جبتهم من الاسماعيلي او مثلا من المصري او من انبي او من بتاع ومش من ابناء النادي الاهلي وكسبوا. لا انا بقول لحضرتك هم من ابناء النادي الاهلي اصلا. ازاي؟ ممكن يكون اللاعب اصلا من اشبال النادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي وبعدين راح قعد في الاتحاد او المصري او الاسماعيلي فتره ورجع جابوا النادي الاهلي او اشتراه. هو من ابناء النادي الاهلي اصلا وعارف قيمه النادي الاهلي واهلاوي بيحب النادي الاهلي. هو ده اللي انا اقصده.
مش لازم ان اللعيب يكون طلع من الناشئين للشباب لفريق الشباب للفريق الاول مثلا، سمة جميلة جدا، بس يكون اللاعب برضه اهلاوي وبيحب النادي الاهلي وعنده القدرة ان هو يحارب عشان اسم النادي الاهلي. السمة دي ما بقتش موجودة دلوقتي. احنا بنتعامل دلوقتي ده ياخد اكتر مني، انت عايز روح كلم وكيلي، لا اصل انا مش هتعاقد الا بكذا. لا، احنا كان عندنا نجوم كانت بتقول هات العقد امضيه والنادي الاهلي يقدر. فين بقى اللعيبه دي؟ في الناس اللي كانت تقول للنادي الاهلي انا ما اقدرش اتشرط على النادي الاهلي، اللي النادي الاهلي يشوف انا تحت امر النادي الاهلي. ما بقتش موجوده. بقى تيجي تتكلم معاه يقول لك كلم وكيلي، اصل انا جاي لي عرض، اصل انا مش عارف ايه. نوعيه اللعيبه دي مش هتنفعك نهائي في البناء فريق او في الحفاظ على سمعه وعوده فريق النادي الاهلي لمكانته. النوعيه دي مش موجوده دلوقتي في النادي الاهلي، يمكن باستثناء 1 أو 2 بس. غير كده كله لازم يمشي. ومعلش اتمنى مجلس الاداره يحصل تغيير في اكبر راس فيه. خلاص يا جماعه، ما فيش مشكله. انا ما بغلطش في الرمز ولا في القامه ولا في القيمه، بقول ان الملف ده انتوا فشلتوا فيه، خلاص ابعدوا عن الملف ده بقى. خلاص عايزين نشوف اشخاص تانية تقدر تدير ملف كرة القدم.